أحلى منظر ممكن تشوفونه. طبعا خليكم الإضاءة طبعا تجي وتروح، مو مبين اللون، بس شوفوا كيف الحنة إذا كان ناعم بودرة. أوريكم الحين إيش حنسوي في هذه الخلطة. شوفوا كيف النعومة، النعومة تدرس. يلا حطي. شوفوا الجمال، شوفوا الأعشاب الهندية على الحنة، شوفوا كيف، شوفوا اللون كيف. لازم نزود كمية الأعشاب الهندية بالنسبة للحنة. بعدها بوريكم إضافة السدر، وبعدها بوريكم آخر شيء كيف نخليه مخلل الحنة والسدر، اللي يخلي شعرك غني كذا بالفوائد. أمانة شوفوا، أمانة إيش رايكم؟ واي تبارك الرحمن، واي. الآن دور السدر. طبعا الألوان مرة مو مبينة معاكم، شكلي بنتقل لمكان ثاني عشان أوريكم الألوان كيف، ألوان صج كذا. إن شاء الله اللون يكون واضح لكم. شوفوا لون السدر هذا، يعني برضو تقريبا هذه أقرب ألوان للطبيعة. شوفوا السدر، حنة وأعشاب. الحين إيش بنضيف؟ واو، صدق واو، أمانة مش شعور يونس. أحس ودي كذا أعيد التجربة تريليون مرة. يا رباه تبارك الله. هذا اللي بيخلي شعرك الكل يتكلم عنه، بس كذا أدمنوه في الصيف وشوفوا في الشتاء كيف شعوركم تهبل. كذا صار عندنا جاهز مخلل الحنة والأعشاب والسدر. تقدرون تطلبونه من الموقع. الآن عليه خصومات قوية جدا، رابط الموقع في البايو. يا ربي، يجنن.